هنا كده خلاص الموضوع اتاحه الفرصه انتهى. يعني اتاحه الفرصه انت بتديله وقت ان الكره تروح لزميله. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا هتلاقي لعيب الزمالك بيستخدم اليد في وش لعيب فيوتشر. الطبيعي ان لعبه زي دي بيتحسب فاول واللاعب بياخد انذار، لكن هنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لمسه يد على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي الكره جايه في اليد، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول لصالح الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي مهمه جدا. هنا كان لاعب فيوتشر بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده هل في التحام ولا لا، وبص على قدم لعيب الزمالك مع قدم لعيب فيوتشر. هنا في التحام بالقدم. انا بقى ماليش دعوه هي الحكم يحسبها ضربه جزاء ولا لا. انا كل كلامي فين الفار. يعني هنا كان لازم الفار يتدخل ويجيب الحكم ويوري له، لان هنا في التحام. يعني هنا في التحام يقدروا الحكم بقى، يقول لك في تعمد او ما فيش تعمد. ده تقدير الحكم مش تقدير الفار. الفار هنا مساعد، ملوش ان هو ياخد قرار. لازم يجيب الحكم ويقول له تعالى في التحام جوه خط ال 18 من لاعب الزمالك على قدم لعيب فيوتشر. لكن هنا الفار ما وقفش المباراه 10 ثواني بس علشان يراجع اللقطه ديت. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي برضو مهمه جدا، وهو هنا هو الفاول اللي اتحسب للزمالك وجه منه الهدف الثالث وهو هدف الفوز. هنشوف مع بعض حاجه مهمه جدا. هنا هتلاقي لعيب الزمالك لعب الكره لزميله، وبعد كده حصل التحام ووقع. الاهم بقى من ده ايه؟ ان هنا الكره خلاص راحت لزميله. طيب هنا الحكم ما صفرش وادى تحت فرصه. كلام جميل جدا. نشوف بس بعد كده هو ايه اللي حصل. لعيب الزمالك اهو لف بالكره، وهو كمان لعب الكره لزميله الثاني زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا كده خلاص الموضوع اتاحه الفرصه انتهى. يعني اتاحه الفرصه انت بتديله وقت ان الكره تروح لزميله. يعني هنا اتاحه الفرصه، هنا الكره راحت لزميله، يبقى كده اتاحه الفرصه انتهت. نشوف بقى اللي بعديها. هنا لعيب الزمالك برضو بيلعب الكره لزميله الثاني. يعني خلاص الموضوع انتهى. ما ينفعش ان انت تصفر وترجع الفاول، لان هنا لعيب فيوتشر لحق الكره قبل ما لعيب الزمالك يوصل لها وخدها ورايح يعمل بيها هجمه، راح الحكم مصفر فاول. دي لوحديها فضيحه تحكيميه. يعني التفاصيل اللي انا قلتها لك دي فضيحه تحكيميه، لان اتاحه الفرصه بتنتهي مجرد ما الكره بتوصل لزميله دوت. هنا بقى اللاعب خدها وحاول يجيب منها هدف او ما حاولش، خلاص القرار ده بتاع زميله. هنا اللاعب حاول يلعب الكره لزميله وزميله التاني ما لحقش يوصل للكره، لعيب فيوتشر خدها والحكم صفر. طبعا يعني حاجه فضيحه فعلا بمعنى الكلمه. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب فيوتشر. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب عامل التحام بالقدم وبعد كده استخدم اليد، وطبعا هنا الفاول سليم وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه وفي التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على لعيب فيوتشر، وهنا الحكم اداله انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. الحاله بقى الاخيره وهي حاله غريبه جدا. هنا كان الحكم طرد لعيب فيوتشر. محدش عارف هو طرده ليه. يعني مفيش حد فهم اللاعب ايه اللي حصل معاه عشان يطرد. لكن يعني شفنا لقطه تانية بيدي لعيب الزمالك انذار. طب فين اللقطه اللي حصلت ما بينهم هما الاثنين عشان لاعب يطرد واللاعب التاني ياخد انذار؟ برضه التصوير حاجه غريبه جدا والاخراج اغرب.